لو صاحبك الزملكاوي لقيته بيقول لك يا ابني احنا الفريق الوحيد اللي كسب 7 بطولات في موسم واحد فمش عاوزك تتهور وتتناقش، تعال اقول لك تقول له ايه او تعمل ايه. بمعنى اصح لازم تعرف ان مفيش اي فريق على وجه الكرة الارضية عدى ال6 بطولات في الموسم، واعلى فريق في افريقيا وصل لعدد بطولات في موسم واحد كان الاهلي لما كسب 5 بطولات في موسم واحد ومرتين. وفي اوروبا طبعا برشلونة والبايرن كل واحد فيهم حقق سداسية تاريخية. ايه هي بقى السداسية او السباعية لو انت زملكاوي طبعا؟ هي يا سيدي الفوز بكل البطولات الرسميه، وحط لي خط كده تحت كلمه الرسميه دي كده، في عام ميلادي واحد او موسم كروي واحد. برشلونه مثلا كسبها في سنه ميلاديه واحده. وهو يا سيدي كل بطوله اتكسبت امتى؟ هتلاقي ان البطولات بدات يوم 13 مايو وانتهت في 19 ديسمبر، في ال8 شهور كمان. ويوم ما تفكر تنشن لازم تصيب. البايرن بقى وبسبب جائحة كورونا كسبها في موسم واحد بين 2020 و2021، وده الفرق بين الاثنين على فكرة. وطبعا في فرق حاولت تحقق الانجاز ده وفشلت، منهم مثلا برشلونة والبايرن نفسهم. بل وفي كمان اوبشنز ان انت تحقق 7 بطولات. جوارديولا مثلا كان بيهزر بعد ما البايرن حقق السداسية في 2021 وقال ان برشلونة والبايرن يلعبوا بعض في ماتش ببطولة والكسبان يبقى حقق السباعية، او تبقى زي سيلتيك والسيتي. الاثنين كانوا قريبين جدا من تحقيق الانجاز ده وفشلوا لما خسروا بطوله او 2. الله يسامحك يا كانجي. سيلتيك مثلا في 67 كسب الدوري والكاس وكاس الرابطه ودوري الابطال، وخسر في كاس الانتر كونتيننتال، لكن حظه كان وحش لان ما كانش فيه وقتها بطولات سوبر محلي او اوروبي. نرجع للزمالك ونسال نفس السؤال، هل الزمالك حقق السباعيه فعلا؟ وعشان نوصل للحقيقه سوا وانا ضميري مرتاح، رحت لواحد صاحبي ويمكن صاحبكم انتوا كمان، وهو صديقي الصدوق شات جي بي تي، وكان رد واضح. اي نعم غريب، بس هقوله لك زي ما سمعته منه يعني او قريته بالمعنى الاصح. هو بيعتبر ان الانجاز تم فعلا ولكن بشكل مختلف، يعني ميكس ما بين انجاز برشلونة والبايرن سوا، اللي هو سنة زي البارسا ولكنه موسم ممتد زي البايرن من 16 يونيو 2002 ل 24 يوليو 2003. ده كان رأي شات جي بي تي المبجل. لكن من منطق الكورة، البطولة العربية والسوبر المصري السعودي بطولات غير رسمية، وده ممكن يقلل من شأن الانجاز ده. اللي يخلي الانجاز ده صعب ويوضح لك قوة فريق زي الزمالك وقتها وجيله هو صعوبة المنافسة مع الاهلي والاسماعيلي والفرق الجماهيرية محليا. حابب اقول لك ان في الفترة دي من سنة 2000 ل 2004 الاهلي ما كسبش الزمالك غير ماتش واحد بس، وانت عارفه كويس. طبعا العركة في الكومنتات هتكون انك لو اهلاوي هتكذب الانجاز ولو زملكاوي هتبروزه، بس مش مهم. ممكن عادي تكتب رأيك من غير ايه ده؟